والله هنجربها من 101 ل 107 من التوتي. يعني خلاص يا ماتادور، انت مش عشان جمعت ال 1000 نقطة هتنسى التوتي. لا ده خير التشكيلة من حدث التوتي. مصر ار دبليو بقى، ار دبليو بقى، ار دبليو بقى. النسخة ال 107، 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 النسخة ال 107. جسم اشعر، انا جسم اشعر. كنت محتاجه افضل لاعب في المركز. اتحط ار ام هيلعب، مش عارف اعمل ايه. بوظ لي الدنيا. محمد صلاح بوظ لي الدنيا، محمد صلاح بوظ لي الدنيا في مركزه. عزيزي المتابع، احنا النهارده على موعد تاريخي مع تطوير التشكيل. ان شاء الله باذن الله كلام مباشر هنحاول نوصل 112 ان شاء الله، يعني بدون مقاطعه. فاحنا معانا يعني ده 1 2 3 4 5 6 7 8 لعيبه من اقوى لعيبه حدث الالتيميت توتي والتوتي نفسه، بس كلهم ايكونز. مفيش الا محمد صلاح ورونالدو، بس رونالدو يعتبر ايكون كمان معاهم. ومعانا الثلاث لعيبه الزانيتي وستام وندفي، الثلاثه من خارج التشكيله. وبعدين ادينا الحساب اللي فتحنا فيه جواهر هديه للناس اللي موجوده على الانستجرام. فكمل معايا الفيديو ده للنهايه، لان انا برضو النهارده هنسيب لك حساب مجاني لواحد متابعين من حسابي على الانستا. قبل ما نعمل اي حاجه في الفيديو ده، ما تنساش تصلي على رسول الله، اعمل اشتراك، فعل زر الجرس، واعمل لايك، وانت تحت فرصه تلاقي حساب على الانستا وقناتي الثانيه على اليوتيوب، وكمان صفحتي على الفيسبوك. لو انت مش موجود انت فايتك كتير. كل سنه طيبين. بلاش الشاي بحليب، عايزين حاجه بقى تكون مثلا ايه استثنائيه. انا بحب بلح الشام، بحبه الصراحه. يلا بينا عشان عندنا طلعه. بسم الله. بالنسبه للناس كتير بتسال لما تدور انت هتعمل ايه، هتاخد مين من المسار؟ بص عالمي، بالنسبه للمسار ده انا 104 107. ما اظنش ان انا محتاج لاعب من هنا. حتى لو طلع لاعب 107 اللاعب نفسه مش هيبقى ليه قيمه معايا. 8 لعيبه من حدث الالتيميت توتي والتوتي. طيب اللاعب اللي هيطلع لي ده ونفترض 106، لو جيت اغيره او 107 اللي هيطلع لي لو جيت اغيره، شوف انا بقول لك لو طلع لاعب 106 و107 مستحيل ان انا اقدر استفاد منه. خلاص مش هقدر اكمل ال 700 نقطه في الكام يوم اللي فاضلين، فاضل 5، مش هقدر اكمل النقط دي ولا هصرف فلوس عشان اجيب النقط دي. فلذلك انا هعمل المريح، هاخد الثلاث نسخ مسكرهم مع احترامي للكل. اتمنى اي حد يعمل الكلام ده واقول لك تعالى كده نجرب. كمان على فكره انا جربتها في نسخه ما نجحتش، فهنعملها ترقيه التصنيف. هل هتنجح؟ انا مش عارف اللعيبه ال 107 الموضوع ده بينجح معاهم. اللعيبه ال 107 الموضوع ده بينجح معاهم، مش عارف. رودري مصمم يزعلني، ما حصلتش معاه لتاني مره. طب انا هفضل لحد امتى اضيع نسخ الماسكرانو ده يا جدعان؟ لحد امتى هنفضل نضيع النسخ دي؟ خش يا عم على المتجر. المتجر احنا نجيب لعيبه ونضيع في نسخ الماسكرانو. ما هي اهم حاجه نسخ الماسكرانو ومتدور. والله خد مني 2، عملت واحده في واحده. ما كنت حطيت لي 2 وطورته كان زمان وصلت 112 تقريبا. المهم حدث الكرنفال. خلاص بقى سيب الالتيميت توتي والتوتي، مش عايزين حاجه. صلاح طلع لك وانت كنت محتاج مركز الار ام. ان شاء الله هنطوره ماكس من 101 ل 107. ايه ممكن تبعت له زيكو، يبقى انا كده اكون شاكر جدا. اكون شاكر جدا لو بعت له زيكو برازيلي. اوكي اوكي. طب هل الناحيه التانيه تدور خلاص ما عادش هتحتاج اللعيبه دي؟ ما عادش هتحتاجها يا اسطى. 101 ل 107 مش هتحتاجها. هتعمل بيها ايه؟ بس حتى لو طلع لك لاعب هتبدله مش هتستفاد منه بحاجه. فهنعمل بقى الايه؟ خش على الشغل الجامد من 99 ل 107. يلا بقى برازيلي سي ام، برازيلي سي ام سي بي باريس 101. احنا على اي حال بنجمع النقط دي، هنجمع النقط دي حاليا، احنا بنجمعها. متنساش تكمل مع الفيديو للنهاية علشان هنشوف هنختار مين نعطيله الحساب بتاع هنختاره برضه من الانستجرام يا رجالة. برضه هنختاره من الانستجرام.
110 نقطة يا ماتادور. هو زيكو كنت ناوي اجيب يا اسطى، شوف برونو من هنا، بس لقيت طلع لي صلاح، فخلاص بقى ال 1000 نقطة اديهم لبتاع. اقول لك على حاجة، انا في اي وقت لو جيت ابيع ايزيبيو هنلعب برونالدو، لان خلاص هنطوره ماكس. حتى لو ما لعبتش برونالدو هنقضي. فانت كده كده معاك يا ماتادور، هيبقى معاك زيكو ان شاء الله لما تجيبه، وهيبقى معاك لاعب مثلا زي يوهان كوريف، من افضل اللعيبة اللي موجودة في اللعبة. يا جماعة مفيش التحامات من بعيد لبعيد، الراجل ده بيشتغل شغل على الهادي من بعيد لبعيد، واضرب اضرب. يعني هي يعني الموضوع هيبقى صعب ان انت تجمع النقط بتاعته بسهوله، بس هنقدر ان شاء الله باذن الله نوصل له بكل سهوله. انا بس زعلان ان انا ضيعت النسختين ماسكرانو، كان المفروض اطور الراجل، ضيعتها بكل سهوله. انا والله جايب نسخه من نمط التحدي، ودي النسخه جبتها من كما تدور يا اسطى بكل سهوله. انت كده بكل سهوله. على فكره ممكن اروح اجيب النقط ونجيب زيكو دلوقتي حل، لكن ليه ما المسار قدامك واللعيبه قدامك والباكجات قدامك، كل حاجه بكل سهوله تيجي، كل حاجه جايه. نجمع شويه النقط دول يا رجاله، نجمع شويه النقط دول. احنا خدنا خطوه، خدنا مشوار صعب، خدنا مشوار كويس. 160 كده 200، يعني تقريبا 220 نقطة. 220 نقطة فاضل لنا يعني 780 نقطة. هانت على فكرة. في نقط هنجيبها من المسار اللي هو اللي نازل اصلا، في نقط جايه من المسار ده. ده في هنا 100 هم تمام، وفي هنا في المسار هيجي هنا في المسار تمشي كده هتلاقي 50، وبعد كده في 100، وفي لاعب 133 نقطة. حلو على اللعيبه اللي هتقيدها والدنيا دي. تعالى كده بس يلا ناخدك تاني نرجع. حقيقي انا مستني مقايضه جامده بقى تنزل معايا، كميه لعيبه. بص الاوفر اللي انت عايزه، مستني اي مقايضه تنزل وتكون لعيبه جامده. ما عادوش بيعملوا الموضوع ده، ولو نزل لك ما بينزلكش لعيبه جامده، فاهم انت؟ مستنيين اي حاجه منهم. نبدا معاك الرحله، كمل الفيديو للنهايه علشان هتبقى شكلك كده هتبقى من الفايزين. بسم الله يلا. ايه ممكن تشغلوا لنا الحظ تاني. سي بي 101، يعني الباقي كمان 101 يديك لاعب 101. ثانك يو مان. فهنا احنا ممكن نفتح بقى اللي هي دي تاني اهي. 3000 من 101 ل 107 من حدث الالتيميت توتي. ان شاء الله هيبقى الالتيميت توتي انجليزي. ستي 102. اوكي عايزين نخطفها خطفه كده، نديها واحده هنا عشان ننسى ايه ده. واحده من 103 ل 107 لاعب مسلم باكت رمضان. لاول مره هفتح باكت رمضان يا رجاله، بس ازاي؟ المفروض ان دي باكت رمضان. طب انتوا منزلينها على اساس ايه؟ ولا الافارقه اللعيبه الافارقه هم؟ لو الافارقه قولوا، لو اللعيبه الافارقه قولوا. المهم هنفتحها معاك دلوقتي اهو ب 10000 جوهره. قلبك ميت يا ماتادور. اغلى باكه في لعبه اف سي موبايل، وانا افتحها ان شاء الله. الرعب فرنسي ار دبليو باريس. يا جماعه يعني اللاعب 103 ل 107 هتدوني لاعب 103 ليه كده؟ ليه بس كده؟ اساسا ده في كود بيديك ديمبلي، اساسا في كود بيديك ديمبلي. طيب انا نفتح معاك دي بقى، بتتباع من 97 ل 107. ووك اوت توتي اسباني 101 ما فيش غير بدري. 43. اوكي نطلع فوق كده اهو، نجرب واحده هنا من 98 ل 101. ايه ده؟ احنا رجعنا خالص. الدبليو هما مين؟ اوفر 102 الشعراوي ب 80 مليون بس بتباع. ماشي. كمان واحده شكلها حلوه الباكه دي، شكلها حلوه برضه. هي كلها تقريبا شكلها كده كلها عارف انا ده، عارفك بس لا يا عم، ما هي ضمه كله. اشمعنى الشتاء يعني؟ نيجي هنا بقى اهو، هنبداها معاك بثلاثه من 99 ل 107. برازيلي رايت باك موناكو. قلشت يا ماتادور، قلشت. 3 لعيبه من البرازيل. اوكي من تاني يا عالمي، من تاني اهو برازيلي. ام ايه بقى مش احنا عايزين حد ياخد الحساب ده يبقى يعني مبسوط منه كده، يدعي لنا في رمضان. كل سنه وانتم طيبين. بس اعمل لايك يا اسطى، اعمل لايك عالمي. برازيلي ام
اوكي يعني انا وراكم كده لحد ما يطلع لنا حاجه تليق يعني. حاجه تليق. برازيلي رايد. طب نرفع البنديره شويه، نخليها 3 يا عم. ها خلص اصلا. اوكي ها. برازيلي ال يعني. وهنا اقول لك واكد لك ان حظي في تشكيلتي في حسابي اقوى حظ مره على تاريخ اللعبه. حتى ولا اي حد ولا كاني ولا ماني ولا الدور التحتاني، هو الماتادور مفيش منه تاني. حظ الماتادور الاسباني افضل حظ جه في تاريخ لعبه اف سي موبايل. حد اي حد بقى، تحدى ولا ما تحداش، يطلع لي مين تاني علشان احنا هناخد اللي ناخده نحطه في التشكيله، بس عايزين حاجه كده ترفع برضه. طب انا هعمل حاجه خطيره شويه ولا مؤاخذه. طب استنى يعني ايه نفاجئها زي المره اللي فاتت. نفاجئهم نعمل كده ونقوم فاتحين 3 نفاجئهم زي المره اللي فاتت. احنا الفيديو اللي فات كنا بنفتح هنا وقوم رايحين هنا قام مدينا صلاح كرواتي. حبيب قلبي انا كده انا حساب انا باكد لك ان حساب انا اللي فيه الحوار كله، لان اللي بيحصل ده مش نورمال، اب نورمال. ده اب نورمال. اوكي اعمل كده. يلا ها. برازيل رايت باك. ده احنا كده هنطور اللاعب ده يا جماعه، هنطوره ماكس. احنا هنطوره صحيح يا اسطى. اللي ياخد الحساب من اجل النادي هتلاقي عندك الشعارات دي كلها، كل دي لعيبه خدها استلمها، تعمل بقى معايدات، تجيب بقى النسختين ماسكرانو، كل دي لعيبه، كل باكه فيها 5 لعيبه. في عندك كده 1 2 3 15 في 3 45 لاعب و9 54 لاعب. خدهم يا اسطى، انت اولى بيهم. قشطه. نيجي هنا نعمل كده يلا بينا. يلا اوكي 299 يا قلبي يا عمري يا روح قلبي. ها. برازيلي اللي اسوأ حظ مر عليا ده يعني. احنا حتى الحساب اللي كنا بنقول عليه سيء يطلع لك لاعب 105 او 2 وكنت ببقى زعلان. النهارده اسوأ حظ مر عليا في تاريخ اللعبه في الفيديو ده يعني. برازيل سيبيه. غيره الحمد لله. 103. ياه انا مش عارف من غيركم كنت هعمل ايه. انقذوني الصراحه. ها اخر فتحتين معانا بقى. سي ام فولهام. يعني هو قال لك ايه، انا هخطفك 102 ماشي يا عم، وكافاني 102 يعني. كويس ان هو عبرني في الاخر. ونعمل بناء تلقائي اوفر 100. يا سلام اوفر 100 يا سلام. خلص الكلام. وكافاني استي 102. طب مين افضل؟ الراجل اللي جوه افضل الصراحه. على فكره ممكن الاوفر يرفع كمان. حلو. باقي اللعيبه بقى ممكن ندخلها. احنا ممكن كمان نغير السي ام. ممكن ندخل باقي اللعيبه في المؤيدات ونجيب مكان، لان معانا لعيبه كتير. بص لعيبه كتير قوي ممكن تتأيد. فتعال نشوف مين صاحب النصيب اللي هياخد الحساب اللي معانا ده عالمي. خش هنا، ده حسابي يا صديقي. صحيح في فيديو مهم هنا شوفه اللي هو ده. هنيجي هنا بقى هنجيب المتابعين برضو. انزل. انا مش عارف اقرا الاسم بس هنخش. مبروك كسبت معايا حساب يا عالمي. شكرا ليك على المحتوى الجامد. هو بعت لي رساله اهو كمان كده. ده تاني حساب معانا يا رجاله. نديه لحد من المتابعين، وانت ونصيبك بقى في الحسابات اللي احنا بنجيبها وبنفتح فيها الباكجات. انت ونصيبك. اعتبر اصلا الحساب ده حسابك من الاول اصلا، وانت اللي على طول افتح فيه الباكجات، وانت وحظك بقى زي ما يطلع فيه. لكن انا اكتشفت كده فعلا ان الحظ كله عندنا في تشكيلتي انا. نيجي هنا عالمي مع الخصم. معايا هانكوريف ريفاردو بيليه 4-2-4 اقوى خط هجوم في اقوى خطه هجوميه. فيلا بينا يا اكسلانس نبدا الماتش سريعا. هنا بيليه ويوهان كوريف خط هجوم جامد اسطوري. لكن احنا معانا اليوهان كوريف اللي دخل 1 و2 ودخل في العمق، لكن هنا قطع مايكون الكوره. بيلينجهام يلعب ليوهان كوريف.
يلعب واحدة طويلة يعني من غير ما ياخد وقته على طول. الزانيتي يسند واحدة عنده الترام، الترام اللي بيلعب رامريس رونالدو. هنبدأ ننزل رودري لما نطوره باذن الله، بحيث ان احنا نقدر نستفاد منه يا جماعه، لان اللعيب هو مش مطور. انا عايز اجربها. شالها الحارس، شالها الحارس كل اتقان. هنا ندفيد يلعب واحده داخل ستام، لكن تعدي والشوطه اي كلام. لكن ازاي عدت من ستام؟ ده اللي ما كانش تمام. رامريس مع بيليه، لكن بيليه ياخد الكره من واحد واثنين. رامريس يلعب واحده ليوهان كوريف، يوهان كوريف بمهاره وشياكه يعني يستحوذ على الكوره بتاعته. بيلينجهام قطع الكوره، ريال مدريد خسر يا رجاله 2-1 من ريال بيتيس. وانتوني عامل ماتش جامد، انتوني مش عارف عامل فيها جامد ليه. بيلي داخل في العمق، يلا، لكن بوفن يشقط الكوره كده. يوهان كوريف بكل شياكه يلعب الكوره، كريستيانو رونالدو يسند على ايزيبيو، وبعد كده يلعب واحده. لكن طول المفروض انا كنت لاعب كوره ندفت اصلا. مارتينيز يلعب واحدة طويلة عند ريفاردو اللي بيسند الناحية التانية. بيليه بيلعب عند يوهان كوريف، وهنا صلاح، ايزيبيو يوهان كوريف، كريستيانو رونالدو. يوهان كوريف في هجمة مرتدة بعد ما الكورة اتقطعت من الماتادور الاسباني. هنا بيليه خفيف جدا يا رجال، لكن ترام بيقول له انت رايح فين؟ انكم مدافعين في اللعبة يا شباب. كريستيانو، ايزيبيو، يوهان كوريف انفراد صريح تام. هيعمل ايه؟ عايز يلعب الناحيه الثانيه. ورونالدو على القدم الضعيفه وضاعت الكره. خلص الشوط الاول، كان ممكن يخلصها الماتادور، لكن كنا عايزين رونالدو يسجل الصراحه. 0-0 في الشوط الاول. ايزيبيو، هل هيبقى في ردة فعل قوي في الشوط الثاني؟ ده اللي احنا هنشوفه. ايزيبيو هنا بيسبح، فاكر نفسه في حوض سمك. وبعد كده بيلينجهام، يوهان كوريف، الهدف هدف. لكن ترام فدائي. نيدفيد، مشروع هجمة مرتدة منظم. نيدفيد يعدي يوهان كوريف بكل شياكة. لاعيبة بتلعب بالشوكة والسكينة، شياكة أناقة. هنا ايزيبيو، لكن الكرة ما توصلوش. هجمة مرتدة يعني، كرة رايحة جاية. بصراحة التشكيلة بتاعت الخصم جامدة. فهو برضو هنا قاطع فاول سيد الحكم، فاول. مظبوط. نقول اللي لنا واللي علينا. هنا بيلينجهام على التنفيذ. بيلينجهام يلعب واحدة بره في الاوت، فاكرين انا بلعبها لي. زانيتي يسند واحدة على رامريس يلعب واحدة عند يوهان كوريف اللي بيلم لجوه لبيلينجهام. هو بيلم مش لجوه، بيلم البيلينجهام. هنا يوهان كوريف الناحية التانية، وكوريف ضد كوريف. يا سلام، لكن طولت كتير يا حبيبي، اتأخرت كتير يا حبيبي. ايزيبيو يلعب واحدة عند مين؟ ايزيبيو داخل في العمق، ولا يا جابرييل يا مارتينيلي. ماذا تفكر يا ماتادور يا اسباني؟ الكرة مقطوعة عند الزمبروتا. نيدفيد هجمة مرتدة دقيقة 75. هل فيها جون؟ كريستيانو رونالدو يلعب واحدة يوهان كوريف، 1 2 3. وبعد كده نيدفيد يرجع لورا، يسند لجوه في العمق. حاسس ان الهدف قريب. رامريس رايح فين يا رامريس؟ اتكعبل في الكورة. اخر كورة يعني هي ركنية. يلعب واحدة ترام، هي الكورة، كنت حاسس ان فيها جون. خلصها ترام بضربة راس يا معلم. بيلينجهام هنا بيلعب واحدة، كان المفروض مش عارف لعبها لمين، بس راحت زي ما هو عايز او لا، الله اعلم. يوهان كوريف بعد كده اتقطعت. اخر كوره الدقيقه 90 حرفيا 90 اخر كوره. وبعد كده توريه، وبعد كده راح فين يا اسطى؟ اوب، حاسب ايه؟ فاول بلانتي؟ حاسب ايه الحكم؟ حاسب فاول عكسي. ايوه برضو الخصم بيزودها قوي يا جدعان، بيزودها خالص جدا يعني. بس يا عالمي ان شاء الله هنشوفك في فيديوهات جايه كتيره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.